يقول لك ازاي تدلعي على جوزك وقت العلاقه وبعد العلاقه على نفس الوضع بعد الجماع. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ما تحركناش من مكاننا اقسم بالله من الفيديو اللي فات، هو على طول كده ورا بعض، مش عايزين نضيع وقت. النهارده الفيديو بتاعنا جاي يقول لك ازاي تدلعي على جوزك وقت العلاقه وبعد العلاقه. كلام محدش هيقولهولك في السوشيال ميديا عموما، باحترام، بأدب، بحدود، بوعي، بدلع، بهزار، بكوميديا، في الاوبشن والله في الفيديو ده كل حاجه موجوده. فالناس اللي داخله الفيديو وتعلق كومنتات سخيفه دمها تقيل ومحدش طلب رايك، تمام؟ فلو انت مش عاجبك الفيديو حبيبي اقلب. لو انت مش عاجبك الفيديو ماما ما بلاش بقى ايه تمثلي دور الفضيله علينا، عشان احنا خلقنا ضيق واحنا بنات عايزين فرفشه، عايزين نتدلع، عايزين نعيش كده حياتنا حلوه. يا رب يسعد كل البنات ويصلح حالها. فلو انت بقى مهتمه بالفيديو كملي معايا الفيديو. نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدا. اول حاجه في ازاي تدلعي على جوزك وقت العلاقه. خلاص انت فيه دلوقتي ماما، هو خلاص بقى بعد دلعك وتحضيراتك الراجل جاب اخره. اعمل ايه يا دينا؟ انا صامته والله العظيم 3. انا لولا الخصوصيه ولولا السريه التامه عندي انا كنت حطيت لكم المسجات بتاعه البنات وهي بتبعت لي دينا انا صامته معاه وقت العلاقه. دينا انا ما بتكلمش، دينا انا عايزه اقول لك حاجات انا مش عارفه اقولها لماما ولا لاختي، خايفه يشوفوني بشكل وحش، خايفه مش عارفه ايه، خايفه ايه. دينا انا ساكته، دينا ما بعرفش اقول ايه، دينا انا ما وانا موجوده. يعني انا جايه اقول لك طرف الخيط وانت شدي الخيط بقى، مالناش دعوه بيكي. اول حاجه خالص في وقت العلاقه ودلع العلاقه وانت معاه، خلاص هو عايز من الاخر يحس ان هو معاه بني ادمه مش مخده، بني ادمه فيها روح، فيها تعامل، فيها ايد بتتحرك، فيها رجلين بتتحرك، في مخ، في لسان، ممكن تزغرطي تصوتي ايا كان اللي انت عايزاه، في بني ادمه، في تجاوب، في دنيا راحه جايه، مش عايز حد مستقبل. بس الموضوع ده بيقفش الرجاله جدا جدا. حسسيه فعلا ان انت عايزاه زي ما هو عايزك، حسسيه بالكلام، بتعبري عن مشاعرك بالكلام، بتعبري عن مشاعرك بالاحساس، بتعبري عن مشاعرك حتى لو بصوت بسيط. عارفه اللي هو ايه؟ بتحبيني طبعا يا حياتي، مش انتوا ايه طبعا يا حياتي كده. قيسيها على كل حاجه، ومش وحش ومش عيب ان انت تتعلمي وتجربي مره واثنين وثلاثه. هتحسي باختلاف وهتحسي بفرق، وهتحسي كمان ان هو علق لك. وكمان زي ما هو بيسالك ايه اكتر حاجه عجبتك المره دي او اتبسطتي، قولي لي بقى حاسه ايه باختلاف. بس انا الراجل ما بيستناش اصلا هو انت تقولي له، الراجل بيرزعها لك في وشك على طول. انت النهارده كنتي مختلفه، انت النهارده كنتي حلوه، انت النهارده غير كل مره، انت النهارده مش عارفه ايه. الحاجات دي كلها بتفرق جدا. فانت لازم تعبري عن مشاعرك واحساسك وكل حاجه حلوه حاسه بيها معاه، بصوتك، بادائك، بصوتك، بنظراتك، بلسانك، بكل حاجه. كل حاجه لازم كلامك لسانك ده يتحرك ويتكلم كده، تمام؟ ده نقطه مهمه جدا جدا. لان البنات اللي بتيجي تقول لك انا صامته، انا مش بتعامل، انا مش عارفه ايه، تقولي مع اني ببقى مبسوطه معاك. طب مبسوطه تنطقي، بدل مبسوطه انطقي، قولي انا مبسوطه، قولي انت فرحانه، قولي لك حاجات كتير، او قولي عارفه اللي هو ايه، انبسطي وحسي انك مبسوطه. مش مجرد ان انت ايه عارفه اللي هو ايه باصه الناحيه الثانيه. لو هو جنبك مثلا ما باصه فوق في السقف، بس فوق في السقف ليه يا حبيبتي؟ تعدي النجوم؟ انا مش فاهماكي يعني، تمام؟ ده كان بالنسبه للنقطه بتاعت ايه اللي انت تشاركي مشاعرك وتعبري عن احساسك وانت معاه بالطريقه دي. حلو. طيب دي كانت اول نقطه. النقطه اللي بعد كده، خليه يحس ان كل حاجه بيعملها دي احسن حاجه في الدنيا. ده ليفل الوحش. ازاي يا دينا؟ والله بسك من اورتك او من هنا من جبينك، احلى بوسه في الدنيا، اجمل بوسه حسيتها في حياتي. ممكن تكون بوسه اصلا عاديه جدا، يعني هو بيشكرك مثلا، هو مثلا طبعا انا مش قصدي على البوسه بالحرف يعني، فاهماني؟ كل حاجه بيعملها حسسيني دي احسن حاجه في كل حاجه. حاسسين ان انت اخترتي يعني الشخص المناسب للدلع، الشخص اللي حرفيا لو عشت طول عمري مش هعرف اعيش مع حد غيره، الشخص اللي فعلا بيريحك وبيهديكي وبيدلعك ويهنيكي. فخامي في كل حاجه وهو معاكي، بالذات وقت العلاقه. اتفرجي بقى على الراجل بعد كده غضنفر ماشي في الشقه، غضنفر اقسم بالله. عارفه اللي هو ايه؟ عارفه انت اسلوب السيطره؟ هيعمل كده، هيحس ان هو فعلا في ست متجاوبه معاه، هيحس ان هو ايه، الله
الله. مع الحاجات اللي بتعمليها برده بعد العلاقه بتفرق جدا، وهقول لك عليها طبعا في الفيديو ده، بس في اخر الفيديو ان شاء الله. فحته الاحساس مهم. فخلاص الدنيا جميله وخلاص، والدنيا خلصت وتمينا الدنيا على خير، سواء بقى يمين شمال، العاب زوجيه، اوضاع، ملناش دعوه، دي كلها حاجات بيك انت وجوزك. في الالعاب الزوجيه بيبقى فيها كل حاجه، فيها الكوتشينه بالاحكام، فيها الحاجات اللي هي بتتلبس او حاجات اللي هي بتتاكل، في كمان اللي هو الظهر بتاع الاوضاع. اكيد مش هطلع اقول لك اوضاع، اكيد مش هعمل كده طبعا. حلوه وجميله، انت بقى تعاملي، انا بديكي الهند. العاب زوجيه خلاص انا اروح اجيب الالعاب الزوجيه دي واكتشف فيها ايه، فانت تحطي لمساتك، فاهماني؟ طيب دي كلها حاجات انت اكتشفتيها او ايا كان اللي حصل فيها ايه والدنيا خلصت وتمام. اول حاجه خالص بعد ما بتخلصي العلاقه من الدلع، انك انت اوعي تقومي من جنب جوزك. دي اول حاجه في الدلع بعد العلاقه. امال ابقى فين؟ اكيد مش هتبقي يعني في كوالالمبور، اكيد هتبقي في حضنه، هتبقى جميل، انت كتكوته بتاعته، بنوته الحلوه الكتكوته. دي اول حاجه خالص، الدلع ثم الدلع ثم الدلع ثم الدلع بعد العلاقه مهم جدا جدا. خلاص بقى انت بتطمني وهو معاكي، بتطمني وهو جنبك، مالكيش خير الا هو كل حاجه في كل حاجه. ما هو ليه؟ ما هو الاسد صباح الفل. هي دي اللحظه اللي الراجل بيركز فيها قوي 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 في رد فعلك، سواء انت دوتي وشك ولا وشك فانت كده مش مبسوطه، سواء انت مره واحده فانت كده قضيت واجب، سواء انت في حضنه فلا كده مبسوطه عايزه تفضل كده على طول. اللحظه دي اللي بتفرق جدا 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 مع الراجل، والله العظيم. طب بقى الدنيا دي كلها بتحصل كلام دافي بس، مبسوطه ان معاك، اول مره احس بالامان قوي كده، اول مره مش عارفه ايه، امدحي كتير وهزري بطريقه خفيفه. وعارفه انت القطه اللي بتقعد تعمل مع صاحبها كده وكده ومش عارفه ايه، القطه اللي بتتلوى كده وبتقعد تدلع. شفت القطه البيضه السيامي لما تكون نايمه على ظهرها وتيجي تعمل كده برجليها شويه وتيجي تعمل بايديها كده شويه وتقوم مثلا تقعد تلعب بديلها؟ خليكي قطه وخدي مني والله العظيم. حاولي بقدر الامكان تعيشي اللحظه، عيشي اللحظه وعيشي الدور قوي 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 قوي. ده بجد. جوزك حتى لو مش متعود على كده هيتعود، هيحس ان لا انا ايه ده ست كامله جدا بقى، الست ما فيهاش غلطه بقى، ده انا لازم اكون جان قوي. لو ما بيعرفش يعمل اللي انت عايزاه، اللي هو مثلا ايه، يقعد معاكي شويه، الحركات، عوديه وقولي له انا بحب منك كذا، مش ان انت ما بتعملش كذا، انت مش عارفه ايه، لا انا بحس براحه قوي لما بتقعد جنبي شويه، انا بحس بدلع اكتر لما مش عارفه ايه، ده بيحسسني ان انا ملكه الدنيا. هاتيها له بطريقه اللي هو مش انت لما بتعملش، لا انا بحب قوي منك ده وبحس منك كذا كذا كذا. الحركات بقى البسيطه قوي اللي بتفرق معاه جدا ومعاكي جدا وتخليه حرفيا مش هيقوم من جنبك. الحركات دي ايه بقى؟ هتني على صدره، هتحضني ايده، مش عارفه ايه، الحاجات دي كلها. عارفه لو انت جنبك طبعا على الكوميدينو جنبك بيبقى فيه مثلا ايه، فاكهه، شوكولاته، هتاكليه هياكلك، عارفه انت اللي هو ايه، خلاص بقى انتوا بتاخدوا نفسكم بقى، ده انبساط. بعد كده بتقوموا تاخدوا شاور. مهم جدا ان انت تخش التويليت بعدها، لازم تنضفوا مجرى البول اصلا، ده علمي جدا عشان ما يحصلش اي التهابات، اي بكتيريا، الحاجات دي كلها. لو انت حابه ان انت تروحي ترجعي تاني تناموا في حضن بعض كده، ده علميا حرفيا بيزود الموده والرحمه وبيزود الالفه وبيخلي فيه حميميه اكتر وبيعلقكم ببعض اكتر. واقري واسالي في الموضوع ده كتير، جوجل او اي مقاله على الموضوع ده، ابحثي فايده مثلا النوم مع بعض بعد الجماع مثلا، او فايده النوم مع بعض على نفس الوضع بعد الجماع. الموضوع ده له فوائد كتير جدا جدا جدا، بتقربكم من بعض، بتخليكم حنينين على بعض، بتخليكم حابين ده جدا مع بعض. بس كده حلوين. ده كان فيديو النهارده، حاولت الم لك كل المعلومات، بديكي البدايه وانت كملي. مش هعرف اقول لك اعملي 1 2 3 4، كل واحده جوزها مختلف عن الثانيه، كل واحده طريقتها في الدلع مختلفه عن الثانيه، ولكن هي اساسيات لازم تتعمل. رب يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم ولا تنسوني في اللايك والشير وسبسكرايب. لو في فيديوهات ثانيه كتير، لو في فيديوهات ثانيه عايزين اقول لك كتير اعمل لكم في الكومنتات. اقول لكم استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.